السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هقدم لكم النهارده أكلة خطيرة 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 هتعجبكم جدا. يعني قليل ما حد بيعملها، يعني ما فيش كتير بيعملها. هي أساسا أكلة تركية. فيا حبايبي هقول لكم دلوقتي طريقة عمل الشركسية. أي فراخ عندك، يعني فرخة بحالها وتقطعي منها تخليها بعد ما تتسلق، وراك صدور أي حاجة، بانيه. أنا عاملاها بانيه أهو. وتجيب الكميه اللي انت عايزاها، كيلو، نص كيلو، كيلو ونص، على قد الاسره. ده نص كيلو بالنسبه لنا، ده نص ماشي. وده البوكيه جارنيه بتاع الشوربه، عشان ده هيتعمل في الشوربه. ده جزر وبصل وطماطم ماشي يا حبايب قلبي. وده كام فص مستكه، ملح، فلفل، ده بهارات اللي هي مثلا ايه، حبهان ولا قراولو، كبابه صيني. الحاجات دي انا طحناها على بعض عشان احنا مش بنحب الحبهان يجي في بقنا وكده. فده كل ده مقادير الشوربه ماشي. ويجي بقى ايه، نعمل العيش فينو ده. يكون عندك بايت، عندك توست بايت، فماشي. هنعمل العيش الفينو ده مع اللبن، هننقعه مع اللبن وهنوريكم هنعمل ايه. يعني الطريقه سهله في نفس الوقت وصعبه، خدوا بالكم. ودي كوبايه عين جمل اهي، ودي كوبايه لبن، مش عارفه قلت لكم عليها ولا لا. وده مقدار الرز بتاعنا على قد العيله، 4 كوبايات رز مغسول اهو متصفي. وده يا حبايب قلبي بصل للتقليه، وثوم، وكزبره ناشفه. كمان زائد فيه ايه، في سمنه بلدي في الرز وفي البتاع دي، في التقليه وفي التحمير هنا. يعني حته سمنه بلدي في كل حاجه، او زبده لو عندك زبده ماشي هيمشي. فاحنا دلوقتي هنروح على البوتاجاز. حته جميله كده كده. الله عليك هتمسكها مع السمنه البلدي بقى ايه. شايفين يا حبايب قلبي؟ واضح عندكم؟ بصوا انا بقلبها اهي، اديها صدمه كده من ناحيتين، وهكذا هخلص الكميه وهوريكم هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي اهي، اهي تمام. هحط عليها البوكيه جارنيه ده، والملح والفلفل وورق اللورا المطحون والحبهان وكبابه صيني. مش حبايبي احطهم ده. هقلبهم بقى كده مع بعض، يغلوا كده شويه مع بعض قبل ما احط ايه، الميه ماشي. والله هتعجبكم جدا الاكله دي. طبعا البانيه تنقعوه في ميه وليمون وملح وحبه خل صغيرين، وعلى الاقل نص ساعه، وبعدين تصفيه بعد ما تشطفيه الاول طبعا، وبعدين تصفيه وتحطيه بقى في الحله كده زي ما احنا عملنا نفس الطريقه دي. ده بوكيه جارنيه اللي هو البصل والجزر والطماطم. ده هيديكي احلى شوربه، مش شوربه تبقى بيضه كده من، لا لا لا، هتديكي احلى شوربه. هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ هنحط الميه. بسم الله. وطبعا احنا هنظبط الملح، يعني ممكن يكون ده ما يحدقش ولا حاجه. هنغطي عليها ونسيبها تغلي، ونغطي عليها نسيبها تستوي، لان الشوربه دي اللي هناخد منها بقيه الحاجات اللي احنا هنعملها يا حبايب قلبي. اهو بقى بصوا العيش بقى هنقطعه كده ماشي. فيه بيقول لك شيلي القشره دي، فدي والله مش هتعمل حاجه. اهي هقطع العيش كده اهو. عشان الصوص يبقى ياما، انتوا هتشوفوا لما يتعمل هتقولوا اه صح، العيش ده يعني عادي هيقضي يعني، وبالظبط يعني بالزياده. لا لا، لان احنا بنحب الصوص بتاعها قوي، وانتوا هتشوفوه معانا حبايبي. هنحط عليه كوبايه اللبن دي اهي. هنسيبها بقى تبوش لحد ما نخلص بقى الشوربه وكده ماشي. اهو يا حبايب قلبي هنعمل الرز بقى، ناخد الشوربه الخطيره دي ونعمل الرز. انا حطيت حته سمنه فلاحي برده، حبه شوربه اهو، وهحط الرز. وعقبال ما الفراخ استوت كان ناشف.
نكمل بقى، نحط شوربه تاني على قد ما ايه، انا مش هعاير ولا حاجه. ماشي. اهو هحط بس الشوربه. بصوا هحط حبه كمان برضو، وهظبط الملح. لسه بقيت الشوربه دي عايزينها. احط شويه ملح عبال ما نظبط بقى. شوف ايه، وهيغلي وهوطي عليه يتشرب على الشياطه. وما يستوى بقى هنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. وما يستوى هنغرف ان شاء الله. اهو بقى بصوا يا حبايبي، انا حطيت الرز هنا يتشرب اهو. اهو يتشرب على مهله. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل التقليه. هي ليها كذا مرحله كده، بس ايه اهو انا بفهمكم بالترتيب. دي سمنه بلدي يا حبايبي. ماشي، انا اللي عاملاها بايدي دي، هبقى مره اعملها لكم. احط البصل. شوح بس شويه، وبعدين هنشوف. لو شمين الريحه الله على السمنه البلدي دي، تحفه تحفه تحفه. شوح كده. هو كده انا مش عايزاها تحمر ولا حاجه، عايزاها بس ايه تدبل يعني. وسع كده ونحط الثوم، معلقه ثوم. نقلب كده مع بعض. احنا شامين الريحه الله. والله يا حبايبي والله اكله تحفه. ودايما الناس ما تعملهاش الا في عزومات ولو عملتها كمان والله لو دقتوها هتخليها هي عباره عن فته تركي يعني. ماشي. حط بقى ايه معلقه كزبره اهي. شم برده ريحه الكزبره. الكزبره دي انا ما بجيبهاش كده، بجيبها حصى واحمصها واطحنها، بتخلي ريحه الاكل غير اللي بنجيبها من السوق الناعمه دي، وكمان صحيه كده وعشان اولادنا وكده. ماشي يا حبايبي. خلاص كده. بصوا يا حبايبي، هطحن ده الاول عشان هحطه مع العيش. لازم يتطحن. الكوبايه دي كلها هطحنها. اهي انا طحنتها اهي اهي، عشان مش هتنفع في الخلاط، قلت اعملها في الكبه الاول. هحط العيش ده اللي احنا عملنا سقيناه بحبه لبن، كوبايه لبن اهو اهو. هحط التقليه اهي، التقليه اللي احنا قليناها، البصل والثوم والكزبره. كوبايه عين الجمل المجروشه اهي. طبعا ما نسيتش فيها ولا حاجه. وبعدين يا حبايبي مش لازم تعملوها بعين الجمل، هي اساسها بعين الجمل، بس مش لازم. اللي ما عندوش يعمل سوداني من غير حاجه، تعملي الصوص ده بعيش فين وبتاع، بس هي اساسها يعني بعين جمل. اللي عنده بقى في العيد وكده يستغل المكسرات اللي عنده زينا كده بتاعت العيد ويعمل بيها يا حبايبي. هنحطها بقى هنا. هجيب شويه شوربه. يلا اهو حبه شوربه عشان بس الخلاط ايه يمشي. ماشي. نجيب بقى الخلاط كده. اهو ضربتها. بصوا اهي، دي لسه هحطها على النار تغلي. هتنقص وهحط لها شوربه لسه هتدخل. مش حبايب ابي الله، لو شامين الريحه والله يا بنات ويا شباب، لو شامين الريحه والله هتنبهروا. يا بصوا جمال. ده الصوص بقى ده انا لسه هغليه على النار. هنروح على البوتاجاز ونشوف ايه هنعمل ايه. اهي يا حبايبي حطيتها على النار، دي هتغلي بقى كده كام غلوه، وانا حطيت لها كمان حبه شوربه والله. وممكن نزودها شوربه تاني من الحلوه دي الخطيره دي. ماشي. والرز اهو على النار اتشرب اهو. يا سلام على الحلاوه.
الرز ده مش عايزينه مفلفل زي ما انتم شفتوني كده، مش حورناه في الزيت وكده، لا احنا عايزينه ملبن كده، اكنه رز معمر، اكنه معمر، يكون طري شويه. ماشي يا حبايب قلبي، هو بيتشرب اهو لسه. وطبعا الفراخ خلصت، والصوص ده بنعمله لازم يغلي كام غلوه كده، ما ينفعش يتصب كده على طول، لازم يغلي. هعمله بقى وارجع لكم. اهو الرز بنغرفه اهو، انتوا شايفينه، مش عايزينه مفلفل، عايزينه مستوي كده. هي الطريقه كده، لازم الرز يكون ايه، مستوي، عشان كده احنا محمرناهوش في السمنه ولا حاجه يا حبايب قلبي. ماشي، هسوي بس الطبق وارجع لكم. اهو يا حبايب قلبي، انا حطيت بقى الفراخ كده او كده، اي حاجه زي ما يعجبك اهو، كلها كده اهي. نحط عليها بقى الصوص ده الخطير ده. بصوا التخن بتاعه اهو اهو، وهو كل ما ياخد بيتخن. عايزه تخافي عن كده حطي له شويه، مفيش مشكله. بسم الله. اهو كده بالشكل ده، لو شامين الريحه بقى وضايقين الطعم. طبعا انا عاملاها قبل كده وعارفه طعمها ايه. ماشي يا حبايبي، حط كده في بول عشان اللي ياكل ويخلص ياخد تاني، يحط من الصوص ده. هنعمل ايه بعد كده يا حبايبي؟ عشان هي تعرف ان كل ده عين جمل يعني وكده، هنجملها طبعا، هنجملها بعين الجمل كده اهو، بالشكل ده كده. اهو شايفين الجمال والحلاوه بقى ولا ايه؟ شايفين ولا ايه؟ لو دقتوها كمان والله عسل عسل، هتعجبكم جدا. ها في واحده هي، حطها فين اهي، هي يا حبايب قلبي، والريحه ما اقولكوش. دي بقى وجبه متكامله، يعني فيها الرز والفراخ والصوص والبصل والحاجات دي والعيش الفينو. يعني دي ما عايزه تعملي سلطه، بس هي ما ينفعش معاها سلطه، هو يتحط معاها الصوص او مخلل او حاجه، هي لوحدها تحفه. اهو قولوا لي ايه رايكم بقى. الطبق الخطير ده، بصوا من هنا الرز اهو باين اهو اهو، شايفين الجمال. هي يا حبايب قلبي ده ان شاء الله يا رب تعملوها وتاكلوها في الف هنا يا رب والف شفا يا رب. ولو عجبكم بقى الطريقه دي وجربتوها، او عايزين تسالوني في اي حاجه قولوا لي بقى. يعني تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس عشان يوصل للناس كلها، ويشوفوا الطريقه الخطيره دي اللي ما بتتعملش الا في العزايم. ماشي حبايبي، والسلام عليكم.